ايه ده بقره احشيها، او لا بص هات البقره دي اذبح اسلخ طلع اللحمه بص كده ايه الخرا ده، طلع لي الامعاء دي نظف احشيها هنقليها ونسميها ممبار. ازيكم يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. الحقيقه اي حد بيجي على باله رمضان لازم بيفتكر انه شهر روحاني، شهر الصيام، شهر التقرب من الله، والشهر اللي هيلتزم فيه بالدايت ويخس. المهم بتفضل عامل دايت اجباري طول النهار طبعا لحد الفطار، وطول النهار انت مش جعان والصيام صحه. وبعدين اول ما المغرب بيدن بتبدا بالمشروب المحرم دوليا. واو ايه ده؟ مش ده شخاف؟ الخشاف ده عبارة عن خليط من فواكه مجففة، من تمر وتين ومشمش وزبيب وقراصية، منقوعة في مية بسكر أو عصير قمر الدين. ايوه هيحصل كارثه، انا بقول لك وحياه المصحف يا ست اللي هو تحصل كارثه. بعدها طبعا بتقول هبدأ بالسلطة عشان ما اكلش كتير. بتبدأ بالسلطة وبتاكل كتير، يعني انت وجعت بطنك بالأونطة. المشكلة برضو في رمضان في السفرة ما بتبقاش سفرة عادية، بتبقى سفرة مؤتمر قمة عربية. يعني بسم الله ما شاء الله السفرة بيبقى عليها كميات أكل كتيرة جدا وفرايتي مش منطقية. يعني شوربة ورز ولحمة وفراخ ومكرونة بشاميل ورقاق باللحمة المفرومة. عاملين مكرونة بشاميل وبتعملوا رقاق باللحمة المفرومة ليه؟ ما هي نفس الحاجة، بس يعني أنا بحب كده برضو بس حرام يعني. وطبعا لسه البطاية، ودي أول بطاية في الموسم. أنت كنت فاطر على تمرتين فاكر؟ طبعا كل ده كوم والمحاشي كوم تاني. ايه المحاشي دي اصلا؟ يعني ليه اصلا فكره المحاشي؟ ليه في حد في يوم من الايام دخل على ارض زراعيه مزروع عنب مثلا فقال ايه القرف ده؟ عنب؟ ايه القرف ده؟ ارمي بقى كل العنب ده، هات لي ورق العنب ده احشيه. بصراحه بيبقى معمول صغير كده وطعمه حلو يعني. وبعدين ايه ده؟ كوسه احشيها، فلفل وبتنجان الله احشيهم، ايه ده بقره احشيها، او لا بص هات البقره دي اذبح اسلخ طلع اللحمه بص كده ايه الخرا ده، طلع لي الامعاء دي نظف احشيها هنقليها ونسميها ممبار. ليه؟ طبعا السمبوسه والسمبوسك على حسب انت فلاح ولا لا بتقول عليهم ايه. طبعا كل ده ولسه ما اتكلمناش على الحلويات والافتكاسات اللي فيها. يعني كنافه، ايه القرف ده؟ كنافه بالمانجا، كنافه بالقشطه، كنافه بالقلقاس، خليك مبتكر. القطايف واللطايف والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. فده طبعا ما بقاش موسم روحاني، ده بقى موسم الحصاد، يعني حصادك للاكل وحصاد الاكل لصحتك. المهم من كل ده ايه؟ انا عايز اقول لك ان الطبيعي بتاع الانسان انه ياخد في اليوم من 2000 ل 2500 كيلو كالوري. احنا بناخد 2500 كيلو اكل حرفيا. فانت لو خدت كوبايه خشاف وطبعا شويه تمر هندي وحتتين رقاق وحته كنافه قد كده، انت كده خلصت ال 2000 ونص بتوعك، انت روح خلاص. الخلاصة أو الحكمة من الحلقة إن هو كل على قدك. رمضان شهر العبادة والروحانية، فلازم تكون خفيف، حاول تاكل على قدك. وعشان كمان في حاجة مهمة، في مصيبة احنا مش واخدين بالنا منها لسه. في سحور يا جماعة، انت لسه هتاكل طعمية على السحور وبتنجان، فيعني سيب مكان للسحور وللمية والشرب والحاجات دي كلها. بس المهم ان احنا ناخد بالنا من صحتنا وشكرا.